بيبان من عنوانه. نفتح ونشوف. واو ما شاء الله، شكله الخارجي بيميل للفخامه جدا. كمان الحله اللي مصنوعه من الاستانلس الاصلي المطفي اللي انا بحبه شخصيا. وطبعا ده زرار الرفع والنزول، لما جيت استخدمه لقيت فيه ثبات جدا غير عجانات تانية كتير. ومن هنا بنركب قطاعات المكسر اللي مصنوعه من الستيل بالكامل، وده الجزء اللي بيتركب فيه المفرمه، له غطا كده نشيله وهطلع كل الاكسسوارات اللي جايه معاه. حقيقي جاي معاه ادوات كتير قوي وكلها مغلفه. وده شفشق الخلاط اللي المفروض انه ضد الكسر، باين عليه من تقفيله فعلا انه قوي ومتين. وده المكان اللي بنركب فيه الخلاط. والجميل هنا في غطا شفشق الخلاط الجزء الجلد ده، لما نقفل الغطا انسوا اي حاجه تطلع ابدا. وده جزء مكنه الفرم سهل الفك والتركيب. والسكينه اللي جايه معاه حاميه جدا، خلوا بالكم وانتوا بتركبوه. بيتركب في العجان بالشكل ده من خلال الزرار ده، بيتفك ويتركب بكل سهوله. ودي صينيه المفرمه عجبتني شكلها جدا. واو. نثبتها فوق هنا. ودول كل الاجزاء الخاصه بعمل السجق والممبار، مصنوعه من البلاستيك. وده الجزء الخاص بالبسكوت ومتين جدا بطريقه ما حصلتش. نركبها وبتحددوا شكل البسكوت اللي انتوا عاوزينه. ودول بقى الوشاش بتاعه المفرمه، 3 وشاش ب3 درجات فرم، خشن ومتوسط وناعم. هركب المتوسط علشان نعمل تيست عليها. وطبعا ده جزء كبس اللحمه في المفرمه. ودول كمان ادوات العجن المختلفه. والجميل كمان ان ممكن تشغلي كل الاجهزه في وقت واحد، ده غير ان هما بيشتغلوا مع بعض بجميع السرعات وسرعه النضج. وزي ما قلنا ده الطبق اللي بيحافظ على الدقيق ما يخرجش بره حله العجن اثناء العجن. بيتركب كبس بالشكل ده، دي ال6 سرعات وسرعه النبض، ومكتوب كمان ارشادات الاستخدام. ومن تحت ده شكل العجان، له شفاطات جلد علشان تثبته كويس جدا ما يتحركش نهائي وهو شغال. حطيت كيلو دقيق، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، رشه ملح، نص كوبايه زيت. وبعد كده هنعجن كل ده بكوبايتين ميه دافيه. حطيت الخطاف عشان دي عجينه تقيله. شفتوا قفلت الغطا الشفاف ازاي؟ وبعد كده في الشفشق المعياري طبعا لازم استخدمه، ده الهديه بتاعتي. حطيت كوبايتين الميه الدافيه وبنزلهم من الغطا كده زي ما انتم شايفين. بعجن العجينه كويس قوي لغايه ما تبقى ناعمه جدا بس مطاطيه عشان الحواوشي يطلع طري معايا. شايفين ازاي؟ وبعد كده بحط شويه زيت في الدورق بتاع العجان، واحط العجينه نفسها في الدورق تخمر براحتها، وهسيب الدورق راكب في العجان زي ما هو، زي ما انتم شايفين كده بنقطتين الزيت دول. بس يا ستي بحط عليهم كده كيسين تلاجة على العجينه وهسيبها تخمر حوالي ساعه. في الوقت ده بقى على ما العجينه بتاعتنا تخمر، تعالوا نفرم اللحمه. انا ما عنديش لحمه مفرومه، عندي حتتين لحمه كده عايزه افرمهم. اخترت الوش الوسط. هاخد الفرم، هخلي الفرم بتاع اللحمه الوسط. احط اللحمه زي ما هي كده بالسمين بتاعها زي ما انتم شايفين يا جماعه، عشان اوريكم قوه الموتور. 2200 واط فعلي. رافال دايما متميزه معانا ان قوه الموتور، الرقم اللي بيتكتب على الموتور ده بيبقى فعلا قوه الموتور الفعليه. وكده احنا جاهزين للفرم. انا هجيب قطع من اللحمه وهجرب معاكم الفرم كده دلوقتي حالا اهو، اول مره اجربها في الفرم، فزي ما هتطلع زي ما هنشوف مع بعض. هحط قطع اللحمه وبالاداه السوداء دلوقتي هزق اللحمه دي عشان تنزل. انا بفرم على سرعه 1، ما بزودش عن كده ابدا. اتبهرت بصراحة، اللحمة نازلة مفرومة فرم حلو قوي. القوام بتاع اللحمة او التكستشر بتاعة اللحمة لسه موجودة، ومع ذلك هي مفرومة كويس قوي. وده بالظبط اللي بنكون عايزينه من الفرم الناجح. اللحمة ما تتفعصش، ما تتفرمش، ما تنزلش ميتها زي ما انتم شايفين كده، هي نازلة كأنها قطع لحمة ناعمة. وده بالظبط اللي انا عايزاه. وطبعا الشفرة اللي هختارها هي اللي هتحدد لي درجة خشونة الفرم. كنت راضية جدا 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 عن النتيجة ومبسوطة قوي من درجة الفرم اللي المفرمة وفرتها لي. وكمان علشان اطمن حبيت اتأكد كده لما اجي اضغطها هتتماسك ولا لا، هتبقى سايبة من بعضيها. لقيتها قمة التماسك. بصوا لو تخيلوا ان ده برجر مثلا. بالنسبة لي انا راضية جدا عن الفرم لحد دلوقتي. استخدمت العجان بتاعي، عجان رافال زي ما انتم شايفين كده، بقى ايدي اليمين في اي عجينه بعملها. بسم الله ما شاء الله. اتكلمت عنه كتير قبل كده. تعالوا كده نتكلم عن العجان قبل ما نشغل العجان. بصوا كده السلاح بتاعه ألمونيوم. الكفر دوت علشان احط منه العجين واحط منه اي حاجه انا عايزه ازودها، الدقيق ما يطرش مني. بصوا مزود بكاوتش من هنا علشان يبقى ماسك كده وقافش معايا ما يتحركش. دي ضد الكسر. فاكرين لما رميتها لكم في الارض وقفت لكم عليها؟ مفيش حاجه اسمها ان انت تقع منك وتتكسر والولاد معاكي في المطبخ ويربكوكي والحاجه تتكسر منك. مفيش، مع رافال مفيش الكلام ده. حطيتها لكم قبل كده في الارض ووقفت عليها. تخيلوا كل دي
انا وصلت كام كيلو دلوقتي؟ حوالي 73 كيلو. 73 كيلو لما تقف على بلاستيكيه كده وما تتكسرش، تخيلوا انتوا بقى عامل ازاي. التروس بتاعته كلها الومنيوم على